2003 ريال مدريد رفضت تتعاقد مع احسن لعيب وقتها كان رونالدينهو، وراحوا مضى مع ديفيد بيكهام وقتها، على الرغم من ان كان رونالدينهو كان افضل واحسن بكتير جدا من ديفيد بيكهام. والناس استغربت، معايير الكرة اتغيرت، هل انت رحت خدت ديفيد بيكهام ليه؟ فقال لك علشان هو شكل تجاري وشكل اعلاني جيد. ده كانت كلمة بريز وقتها. ايه ده؟ هي الكورة بالامهر ولا بالشكل والاحسن؟ لا، تعالى بقى نحكي الحكاية. بريز وقتها رئيس ريال مدريد راح دفع 35 مليون في ديفيد بيكهام، وده كان رقم كبير جدا في وقتها. طب ليه تدفع الرقم ده؟ لان الرقم دوت هو كان هيقدر يجيبه من ناحيه تانية، وهي الصوره بتاعت ديفيد بيكهام. ديفيد بيكهام كان وجهه اعلاميه كبيره جدا جدا لعدد من العلامات التجاريه، وهنا كان التفكير استثماري، ما كانش بس فقط ان هو لعيب كوره، لا، فكان بيعتمد على بيكهام في انكم او الدخل اللي بيقدر يحققه لريال مدريد من خلال الاعلانات، لان كان في شرط حاطينه في العقد بتاعه ان هم بيتحصلوا على 50% من القيمه الاعلانيه او من الدخل الاعلاني اللي بيدخل لديفيد. قصة بيكهام دي ما تفكركش بحاجة، هفكرك واقول لك انا قصة بيكهام دي هي بتحصل حاليا دلوقتي مع وجود السوشيال ميديا بمسمى اسمه الانفلونسر. حاليا لو انت صاحب مكان او عندك منتج وعايز الناس تعرف المنتج بتاعك او الناس تعرف المكان بتاعك، فبتجري دايما على الانفلونسر. انا دايما وبقول كل محاضراتي او في كل الوقت بقول ان الانفلونسر هم بيقدروا يحققوا ليك مبيعات بس ما يبنوش براند. وحاليا احنا في 2025 بدات الناس تفهم يعني ايه انفلونسر من خلال السوشيال ميديا، وبدات الناس ما بتثقش في بعض الانفلونسر، وعشان كده في نوع جديد ظهر من المحتوى او من اشباه الانفلونسر اسمهم اليو جي سي. يعني ايه اليو جي سي؟ هو عباره عن شخص ما اشترى خدمه بتاعتك وبيقول رايه في الخدمه بتاعتك. ليه؟ لان ده اللي بيبني ثقه عميلك عن المنتج بتاعك بشكل حقيقي. مش الانفلونسر هو اللي بيبني ليك الثقه فقط، لا، ده كمان اراء عملائك وجوده المنتج بتاعك هم اللي هيبنوا الثقه بتاعتك. فعشان كده بقول لك ما تعتمدش على الانفلونسر بس لوحدها، وتعلم من القصه والحكايات اللي بتحصل حاليا مع معظم البراندات اللي بتحصل عليها هجوم، وتعلم ابني في منتجك وابني في جوده المنتج بتاعك وخدمه العملاء بتاعتك. ودي كده كانت حكايه من حكايتي مع المساوئاتي.